انت او انت ماشي على الدايت وماشي على الرياضه وبتعمل كل حاجه ومفيش نتيجه ومش عارف تخس. السبب في ده ان انت او انت بالذات ان انتوا غير مستقرين في فكره الدايت، بمعنى عمال تتنطط من دكتور للتاني وتروح وتسال الدكتور ده وتروح تسال الدكتور ده وتاخد الورقه دي من على النت وورقه الدايت الثانيه من على النت، مع وصفه من هنا على وصفه من هنا، ما انتش ماشي على حاجه صح ومش ماشي على حاجه مناسبه لجسمك. وهنا انا بكلم السيدات اكتر، انها تبص تلاقيها تاخد ورقه دايت من دكتور مثلا تغذيه معين، وبعد 3 ايام بالظبط بص تلاقيها بعت لدكتور تاني بتساله هو الدايت اللي معايا ده ينفع ولا ما ينفعش، مع العلم ان الدكتور التاني اللي بعت تساله هو ما يعرفش حاجه عن حالتها ولا يعرف اي داتا عن حالتها. وده بيعمل ايه؟ يخلي جسمك غير مستقر، انت مش ماشيه على نظام معين، انت عماله تلخبطي، مش ماشيه على حاجه معموله لجسمك وتكمليها للاخر. خلي بالكم يا جماعه ان لما بندي دايت لحد لسه جسمك بياخد وبيفهم ده ايه، فلازم ياخد وقته عشان يبتدي يشغل الميتابوليزم وعمليه حرق الدهون معاه. وعشان كده دايما تركز مع شخص واحد، مع دكتور واحد، مع اخصائي تغذيه واحد، وتكمل معاه الفتره بتاعتك لحد ما